مساء الرعب. أهلا وسهلا بكم في سلسلة رعب آخر الليل. الليلة عندنا حكاية مختلفة تماما، حكاية حصلت لي أنا شخصيا، ولسه لحد النهاردة كل ما افتكرها جسمي بيقشعر. الحكاية دي بتبدأ من أوضة رقم 13. لو قلبك جامد اقفل النور وتعالى نبدأ الحكاية. أنا مش من الناس اللي بتخاف بسرعة، بس اللي حصل لي في الفندق ده خلاني أراجع كل حاجة أنا مؤمنة بيها. كنت في رحلة شغل والفندق كان هادي جدا، يمكن أهدى من الطبيعي. وصلت متأخرة وكنت هلكانة، فقلت أول أوضة فاضية وخلاص. الراجل اللي في الاستقبال بصلي بنظرة غريبة كده وقال لي: في أوضة فاضية يا فندم، رقم 13. ضحكت وقلت له: عادي يا عم، الرقم مش بيخوفني. اداني المفتاح، بس وانا ماشية حسيته بيتنهد كأنه بيقول جوه نفسه: ربنا يستر. أول ما دخلت الأوضة حسيت بريحة تراب قديم، كأن المكان ما تنضفش بقاله سنين. النور كان ضعيف وفي مراية كبيرة قدام السرير، كانت غريبة، كأنها مش مراية عادية، كأنها بتبصلك مش بتعكسك. وأنا بغير هدومي سمعت خبط خفيف جاي من الدولاب، خبط متكرر مش طبيعي. فتحت الدولاب، مفيش حاجة، قفلته. لكن وأنا ماشية سمعت حاجة زي الهمس جاية من ناحية المراية. بصيت فيها، شفت ضباب خفيف جاي من جوه الإطار، وبعدين لمحت ظل ورايا. لفيت بسرعة، مفيش حد. رجعت أبص للمراية تاني، كان في إيد سودا بتلمس الإطار من جوه. قلبي كان هيقف. حاولت أفتكر أي دعاء وأنا مش قادرة أتحرك. النور قطع فجأة والأوضة بقت ضلمة جدا. في وسط السكون سمعت صوت نفس قريب جدا مني، كان بيهمس: انت دخلتي مكان. جسمي كله اتجمد. جريت على الباب وفتحته. الممر كان فاضي وضلمة، بس شفت نور خافت جاي من الأوضة مفتوحة قدامي، وطلعت منها ست كبيرة في السن، شكلها مرعوب. قالت لي بصوت بيرتعش: انت كنتي في 13؟ قلت لها: أيوة، مالها؟ قالت لي: محدش بينام فيها بعد اللي حصل. سألتها وأنا مش قادرة أتنفس: إيه اللي حصل؟ قالت لي بصوت واطي: الست اللي نزلت فيها زمان ماتت فيها لوحدها. كانوا سامعين صراخها الساعة 3 الفجر، ولما دخلوا لقوها قاعدة على السرير، عينيها مفتوحة ووشها عليه ابتسامة غريبة، والمراية اللي في الأوضة كانت مشروخة من جوه مش من بره. وقالوا إنها قبل ما تموت كانت بتكلم حد جوه المراية. وأنا واقفة قدامها سمعنا باب بيتقفل، اتقفل بقوة. الباب بتاع الأوضة رقم 13. الست صرخت وأنا جريت برا الفندق، مرجعتش حتى أخد شنطتي. بعدها بأيام لما رجعت أستلم حاجتي لقيت شنطتي مفتوحة وجواها ورقة متطبقة. فتحتها وإيدي بترتعش، مكتوب فيها بخط رفيع جدا: ارجعي، نسيتي حاجة. الورقة كانت محطوطة جوا جيب الفستان اللي كنت لابساه ليلة ما حصلت الحكاية. من يومها كل ما أبص في أي مراية بالليل بحس إن في وش بيظهر، بس أول ما ألف بيختفي. يمكن تقولوا إنها صدفة، ويمكن تقولوا تهيؤات، بس اللي شاف أنا اللي شفت. دي كانت حكايتي مع الغرفة رقم 13. لو الحكاية خلت قلبك يدق بسرعة ما
تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل حكايات. استنوني في حكاية جديدة. تصبحوا على خير لو قدرتوا تناموا، بس ما تنسوش اللي جاي هيخلي الليل مرعب أكتر.